سأتحدث على ربما جزء من النتائج على 4 إشكالات. الإشكالية الأولى فيما يتعلق بالتلفزة الوطنية هي إشكالات الموضوعية والحيادية. وهنا ربما وسائل التواصل الاجتماعي يعني فيها من المادة الغزيرة، طبعا الكثير منها هو متحامل بالتأكيد لا أشك في ذلك، ولكن هناك الكثير من المادة التي هي فعلا تستعرض الانتباه والاهتمام، ولكن المشاهد أو الدارس يلاحظ الإشكالية فيما يتعلق ب غياب مثلا الميثاق العمل الحقيقي للتلفزة الصحفيين. ربما الكثير من الصحفيين لهم فعلا ميثاق يعني مراد، هو يقود عملهم أخلاقي، يقود عملهم، لكن كمؤسسة أنا كباحث لم أرى ميثاق واضح يحدد عمل التلفزة الوطنية إلى حد الآن وينبهني أنه هذا هو مسارها. هناك ربما محاولات أنا أعتبرها لفرض بين ظفرين بعض الأجندات، من مثل لم أرى سببا لاستعمال كلمة مؤقت. سامحوني، أنا كباحث لم أرى في إعلان ما بعد الثورة في مصر أو في ليبيا مثلا أن يتدخل الإعلام ويفرض على السياسيين وعلى مؤسسات المجتمع المدني وعلى البرلمان أو الهيئة المجلس التأسيسي بعض المصطلحات اللي هي تتبع أجندات. إذا نحن ممكن نبقى نتحدث ساعة كاملة عن كلمة الرئيس المؤقت، الوزير المؤقت، الكذا المؤقت، الحكومة المؤقتة، كلمة دستوري وغير دستوري، فرض بعض الرؤى فيما يتعلق بما هو ديمقراطي وغير ديمقراطي. هل هذا دور وسائل الإعلام؟ تكون الدراسات النظرية تقول طبعا لا. يعني صار في الفترة الأخيرة ما يمكن أن نعبر عنه بالتقليل من شأن النشاط الحكومي، وأنا يعني أترك للحكومة ربما للدفاع عن نفسها في هذا وتكلموا بشكل كبير، خاصة مثلا في الأحداث الكوارث، الثلج، الفيضانات، قليلة من ربما من المادة الإخبارية تتعرض للأداء الحكومي من الجيش، الشرطة، الوزراء وما إلى ذلك، مقارنة بالكم الهائل من البث الذي يتعلق بالتغطية الإعلامية في هذا المجال. الأمر الثاني هو إشكالية الهوية. الملاحظ كذلك في تحليل الكثير من البرامج الإخبارية، وأنا أركز على البرامج الإخبارية، هو فعلا ما ذكره الدكتور هو مسألة الانفصام. معلش مع الكثير من الاحترام لكل الصحفيين، يعني واضح وجلي أن إلى حد كبير وربما بدون أجندات التلفزة الوطنية لم تحتفي بالثورة، لم تهدد الثورة، لم تمجد الثورة كما نحبها نحن كشعب تونسي، وكانت التلفزة الوطنية تشعر أنها لم تصنع الثورة، وربما يناقشنا فيه كل الزملاء هذا، لكن هذه على الأقل ملاحظاتي الأولية. يعني التلفزة الوطنية لم تغطي اللحظات الأولى لتنصيب الحكومة المنتخبة اللي انتخبت لأول مرة في تاريخ هذا البلد. أسئلة مهمة جدا. إذا بماذا تحتفي التلفزة الوطنية؟ أمر ربما أسوق مثال هنا سريع. هناك مثالين يتعلقان ب مسألة الإشكالات الهوية. هي يعني بث عن قصد أو عن غير قصد على الأقل في مناسبتين منذ 3 أشهر وكذلك منذ حوالي 3 أيام لأغنية تمجد 7 نوفمبر منذ 3 أيام، وفي واحدة أخرى كانت حوالي أظن في شهر سبتمبر أو شهر يعني أنا كباحث أقول هناك على الأقل أطرح سؤال كبير: هل هذا خطأ؟ إذا كان هذا خطأ فينبغي أن هناك إذا هناك أناس ينبغي أن يحاسبوا، لا أقل على الأقل من مصداقية المهنية أن أستقيل أنا كمحرر لذلك البرنامج، لا أقل من ذلك. إذا هناك تساؤلات كبيرة.